احمد زاهر السنه دي عامل مسلسل بيناقش واحده من اهم قضايا المجتمع، الا وهي الالعاب الالكترونيه، على راسهم لعبه روبلوكس. اسمعوا اللقطه دي وبعدين نكمل. بقول لك ايه، بتعلمني اللعبه دي، انا عايز العب معاك. بص وانت مش هتعرف تلعبها بس انا هعلمك. كتر خيرك يا ابني والله. بص اللعبه دي اسمها ستيلا بلين روت. اسمها ايه؟ ستيلا بلين روت وباختصار. لا باختصار ايه؟ انا عايز بالتفصيل الممل عشان انا هلعبها معاك وهغلبك كمان. طب نشوف. يلا اعمل ايه بقى؟ قول لي. اتحرك بقى كده، اتحرك. اهو اعمل ايه تاني؟ مش على طول. افضل ماشي، افضل دوس ارض. ايه؟ اوكي. ايه ده؟ ايه الاغنيه اللي شغاله دي؟ انا حافظها كلها. بس كلها؟ اه. طب قول كده. لا لا لا. طب انت عارف معنى الاغنيه دي؟ احمد زاهر قرر يقرب من اولاده ويشوف الرسائل اللي في العاب الاطفال اللي موجوده على موبايلات اولاده. وفي واحد من المشاهد سأل واحد من الاولاد بتلعب ايه، واللعبه دي كان شغال فيها اغنيه فيها مزيكا غريبه وكلمات ماسونيه صرف، ومن اشهرها اليفانتو، ودي كلمه ايطاليه بتعني ان الشخص اللي بيرددها قوي وليه مكانه عاليه وده تفسير شات جي بي تي لما سالته عن اليفانتو. الاغنيه دي الولد كان حافظها كلها بالكلمات، مع ان كلماتها ايطاليه مش عارف. هو انت كده ضيعت كل حاجه احنا عملناها، هنعيد تاني من الاول. ايه ده؟ مين زيزو 212 ده وعاوز منك ايه؟ اللعبه دي فيها ناس بتكلمني من كل العالم. انا ما اعرفش مين زيزو 12 ده، بس اي حد ممكن يكلمني وانا ليا الحريه ارد ولا ما اردش. بس انت ما بترديش صح؟ يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ حد ما تعرفيهوش ما بترديش يا لينا؟ السؤال واضح. اغلبهم ما اعرفهمش. انت ايش ضمنك بقى ان ده مش هاكر زي اللي استغل يوسف؟ انت ليه بتخسرني يا بابا؟ هات. ردي على سؤالي الاول، ايه اللي يعرفك ان اللي بيكلمك ده قدك في السن او مش خطر عليكي؟ ما تقلقش عليا يا بابا، انا مش بفتح لينكات غريبه ولا بدي بياناتي لحد. انت عارفه العمله دي بتاعت ايه؟ ايوه دي شيك عمله اللعبه. بص انا معايا كام؟ 360 كوادريليون. ولما راح لبنته التانية بقى لقاها بتلعب لعبة قتالية ومسموح فيها ان اي حد يكلم اي حد على مستوى العالم، راجل بقى يكلم بنت، ولد يكلم بنت، ومفيش اي قيود. ودي بقى بيبقى فيها عمليات استغلال اطفال كتير جدا من اشخاص مرضى، وسمعنا عنهم قصص كتير جدا. ولما واجه بنته بتردي على ناس غريبة ولا لا، قالت له انها بترد ساعات ولكن ما بتضغطش على لينكات غريبة ولا تبعت بياناتها لحد. طلعت شاطرة بس وقع في غلط ومتعرضة ليه. والمصيبة الكبرى ان عملة اللعبة دي اللي بيشتروا من جواها الحاجات واللي بيستخدموها في اللعبة اسمها الشيكل، وطبعا كلنا عارفين الشيكل ده بتاع مين. ماشي. اليكس بيقول تعالوا لي الروم بتاعتي اللي عايز يبعت لي وانا ابعت له اللينك على الخاص. بقول لك ايه، اليكس ده بيقول لي نخش الاوضه بتاعته، تيجي نخش؟ لا يا بابا مش عايزه اتجوز دلوقتي. تتجوزي ده ايه يا بنت؟ هي اللعبه كده بيلعبوا كانهم متجوزين. وريني كده. طيب وانت مش بتعرف تلعب، انت كده هتبوظ الدنيا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اسود ايه بس يا بابا، انا هلبسها ابيض. ولما راح للبنوتة الصغيرة بقى لقاها بتلعب روبلوكس، واتصادف برسالة تظهر على الشاشة من اسمه إليكس، بيقول تعالوا الروم بتاعي وهبعت لكم الروابط على الخاص، تعالوا بسرعة مستنيكوا هناك. ولما سأل بنته مين إليكس ده وعايز إيه، قالت له مش عايز أتجوز دلوقتي، والروم ده بيعملوا فيه كأنهم متجوزين. ولما راح شاب بعينه اتصدم. واللي بيحصل ده بيحصل مع الأطفال 7 و6 و5 سنين. أنتوا متخيلين؟ يا جماعة ركزوا مع أطفالكم وامنحوهم من وقتكم وحبكم واهتمامكم، علموهم يضيعوا وقتهم ويتلهوا في أي حاجه بعيد عن الموبايل، لانه هيدمرهم وهيدمر تفكيرهم من صغرهم. الانترنت خطر على الاطفال بكل ما تحتويه الكلمه من معنى. لا للانترنت في يد الاطفال، لان بكل بساطه بمجرد ما الطفل بينفرد بالموبايل اعلانات الالعاب دي بتتوجه له بشكل مباشر، فبتصبح الاكثر شهره والاكثر تحميل، فبيتوجه لها المجرمين والمرضى اللي بيستغلوا الاطفال لعده اسباب مش سبب واحد، ومن خلالها بيتصاد اطفالكم او بيتزرع جواهم افكار خبيثه وملعونه. ربنا يسترها علينا من العصر المرعب اللي بنعيشه دلوقتي. واتمنى تشاركوا الفيديو ده بفولو ولايك وشير وتصلوا على النبي.